مرحبا، كيفكم؟ راح أسوي حلا بطريقة جديدة اليوم، وراح أورجيكم المقادير. خلينا نجربها مع بعض. شوفوا كيف عادي. طبعا ذايبة، طعمها روعة، وطبقات تيجي. طبعا المقادير هدول تقدروا تختاروا بدائل، يعني المتوفر عندكم. أول مكون عندنا كيك رول. طبعا أي نوع كيك مناسب. أنا جبت 2 كيك رول. ممكن نجيب الكيك العادي فانيلا، بدنا قشطة أو جيمر. أنا بستخدم الراي، كتير ذكية وطعمها ذكي. ممكن نجيب بديل. عندنا دريم ويب، مغلفة دريم ويب. عندنا هون كريم كراميل، نحتاج مغلفين كريم كراميل. عندنا كريم تشيز أي ماركة، ومش مقاطعة طبعا هاي الماركة. عندنا بسكوت دايجستيف، ممكن نستبدل بأي نوع بسكوت احنا بنحبه. عندنا هون لوتس، طبعا مش متأكد لوتس مقاطعة أو لا، بس هو أساس بالوصف يعني. وعندنا كوبين ونص حليب سائل، كوبين ونص. وبدنا كمان معلقة صغيرة قرفة، مش كاملة طبعا. نحتاج محضر للطعام أو خلاط. بنستخدم البسكوت الدايجستيف، 10 حبات بسكوت. وهاي كمية بسكوت اللوتس اللي طلعت معنا. هسا شو بدنا نعمل؟ بدنا نطحنهم لحد ما يصيروا ناعمين. هالبسكوت يا جماعة هسا شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخد تقريبا معلقتين بسكوت مطحون. معلقتين بسكوت مطحون نخليهم على جنب. هذول نستخدمهم للوجه للتزيين. بدي اخذ نصهم واحطهم على جنب. فانيلا تقريبا مش مليانة، او نص معلقة. وغلف الدريم ويب فوق البسكوت، نص الكمية طبعا. بنحتاج بايركس أو علبة مناسبة. طبعا من الأفضل تكون مرتفعة، يعني هي تقريبا 10 سنتي. الكيك طبعا هذا الكيك من زمان بستخدمه وذاكي كتير، وبتقدروا تستخدموا أي كيك انتو موجود عندكم ببلدكم يعني. هاي الكيك بعد ما قطعته بهذا الشكل سلايز. طبعا بس فيكم ملاحظة انه الوصفة هاي انا اخترعتها من اختراعي، فلسه ما لقيت لها اسم، فراح احطه يكون بالعنوان الفيديو راح يكون الاسم. هسه راح شو نعمل؟ عندنا العلبة تبعتنا البايركس او علبة او اشي مناسب يعني، بس يكون عالي وله غطاء. راح نصفط الكيك بهاي الطريقة. هسه راح ننتقل للخطوة اللي بعدها. هسه عنا الخطوة هاي، عنا الحليب، كوبين ونص حليب، وعنا جبن كريمي. راح ننزل 5-6 مكعبات الجبن الكريمي على الحليب قبل ما ندفيه. هسه هون بعد ما فضيت الجبنة جوا راح نحطهم يدفوا على النار. وعنا هون الجيمر، عنا بوكيت ونص جيمر، وخليت نص راح اورجيكم لإيش راح استخدمه، بس مش هسه. هسه حطينا الحليب على النار وجواته الجبنة طبعا. راح نخليه يدفى، بس يدفى برجع لكم وراح احكي لكم شو راح نعمل الخطوة اللي بعدها. طبعا هون الحليب قرب بيوصل لمرحلة الغليان. راح ننزل مغلفين الكريم كراميل لحد ما يغلي عنا. بلش يغلي. هسه راح ننتقل للخطوة الثانية بشكل سريع جدا. راح ننزل الخليط اللي هو عبارة عن حليب وجبنة والكريم كراميل. طبعا لازم يكون
ساخن عشان المكونات كلها تذوب مع بعض. راح نحطهم. هسه راح انزل الخليط على الكيك. هيك صار. بدي اورجيكم اياه بس من فوق. راح نخليه يبرد طبعا بحرارة المطبخ، وبعدين نحطه بالثلاجة، وراح انتقل للخطوة الثانية. بدنا نعمل الخطوة الثانية اللي هي الوجه او صوص الحلا تبعنا. عنا هون باقي او نص كمية البسكت تبعنا اللي طحناه، نص كمية البسكوت اللي طحناه، وعنا الجيمر، نص بوكيت الجيمر، وبدنا ننزل نص فنجان زيت تقريبا. الميكس اذا طلع معنا الخليط كثير جامد بنزيد مي دافية تقريبا نص معلقة صغيرة قرفة عشان تعزز لنا النكهة. كيف صوص اللوتس صار هيك شكله، النتيجة ممتازة. هاي الصوص صار جاهز، راح ندخله على الثلاجة، واحنا عملناه بالبيت وممكن تختصروا وتشتروها جاهزة. رجعت لكم بعد ما خليتها بالثلاجة، ضلت بالثلاجة تقريبا 24 ساعة. طبعا دهنت صوص او زبدة اللوتس اللي عملناها مع بعض. عندنا هون معلقتين بسكوت اللوتس اللي فتفتناه، وعندنا حبتين لوتس عشان نزينها. طبعا نزينها بالطريقة اللي احنا بنحبها، هذا الشكل. وبننطر بسكوت اللوتس على الأطراف، ممكن نحط على كل قطعة شوي. طبعا هيك حطيت اللوتس، نقدر نحطه على الاطراف، نقدر نضرب بالشكل اللي احنا بنحبه، نقدر نزرعه على جميع الجهات. طبعا هذا حلو رتب على الاسم اللي هو حلا الشاموا باللوتس. كيف راح يكون اسمه؟ حلا الشاموا باللوتس. ترند حلا الشاموا باللوتس راح يكون تم ان شاء الله بيكون تم. هذا حلو. خليني اقطع منه واوريكم شكل القطعه. طبعا هاي شكل القطعه جاي عاليه، وهي شكل القطع. شوفوا كيف. طبعا زبدة اللوتس اللي احنا عملناها جامدة، طلعوا ما ذابت، وهي النتيجة. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، الضغط على زر السبسكرايب او الاشتراك، وعلى التيك توك اعملوا لنا فولو واكسبلور. وبس راح اجربها معكم، نجربها مع بعض. شوفوا كيف عادي. طبعا دايبة، طعمها روعة، وطبقات تيجي. بس بشوفكم في فيديو جديد. سلام.